علاقتي دايما بالكلاب علاقة مش ولا بد، مفيش ما بيننا وما بين بعض عمار. يمكن ده يرجع لأن أنا في صغيرة، أعتقد في رابعة ابتدائي أو تالتة ابتدائي. في بيت العيلة، في بيت بابا الله يرحمه. كنت بلعب قدام البيت، في الشارع أنا وولاد الجيران وبنات الجيران وكده. فجنبينا بيت كده كان بيتبني وفيه كومة رملة كده على الأرض، وعمالين بنلعب بقى وبلعب بالعجلة بتاعتي ورايحة وجاية وكده. لقيت في واحد جارنا عمارة كده بعدينا بشوية، طالع معاه كلب. بص انا ما بفهمش قوي في الانواع، بس حاجة كده عاملة زي العجل كده الصغير يعني. طالع يجري وفك منه وساب السلسلة. المهم بقى مش عايزة اقول لكم ان انا ايه. طلعت اجري، شفته فك من صاحبه، طلعت اجري وطلعت واصوت والحقوني، والكلب بيجري ورايا. هو مجرد ما شافني بجري طلع يجري ورايا انا وبنت الجيران صاحبتي كانت وقتها. طلع يجري يجري يجري، فما لقيتش قدامي غير كومة الرملة، طلعت عليها. قام طلع ونط على ظهري، دفسني في كومة الرمل كده، بقيت أنا عجينة جوا كومة الرمل. وعلى بال ما شدوه مننا، طبعا الكلب كان جميل الحقيقة يعني. فضل يشد في هدومي لحد لما قطع لي حتة من هدومي كده. ساعتها روحت البيت لماما، ماما شافتني ادتني حتة علقة ساعتها. فمن ساعتها بكره الكلاب، والكلاب مرتبطة بيا الكلاب مرتبطة معايا بموضوع ايه، الرملة وتقطيع الهدوم والعلقة اللي انا خدتها وقتها. حاولت اصلح العلاقات بيني وبين الكلاب الحقيقة، بس من بعيد لبعيد كده. انما ان انا اقرب من كلب كده وطبطب عليه، لازم صاحبه يبقى ماسكه وماسكه جامد، واحس انه كده كيوت ووديع يعني. انما غير كده مفيش بينا وبين بعض يا عمار. وانا شخصيا بحب القطط، مع انها غدارة بس بحبها يعني. يعني ايه، اعرف اتعامل معاها، انما عمري ما بعرف اتعامل مع الكلاب. شكرا.